لكم من صمصيم لطالما اشتهرت دمشق بحماماتها الشامية في الخمسينيات، ولكن هذا المكان ليس في دمشق، كما أن الحمام ليس من الخمسينيات. شفتيهم فهمي؟ شفتيها مال الرقصة؟ إنه عبارة عن استوديو أقيم في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات، حيث تم إعداد المكان ليتلائم وتلك الحقبة من التاريخ السوري. والمسلسل الدرامي حمام شامي هو أحد العروض العديدة التي تشاهد في العالم العربي خاصة خلال شهر رمضان، ولكن هذا العام اضطر منتجو العمل للتصوير خارج سوريا بسبب الحرب الدائرة هناك. هلا بالسنين الأخيرة حققت الدراما السورية شيء يسجل له. فنحن نتيجة الأحداث نحن كنا قبل الأحداث كان ينتج 48 بين 48 و 55 عمل بسوريا. هدول كانوا يتوزعوا على كل المحطات. وقت دخلت الأحداث بسوريا للأسف تراجعت هي القصة، تراجع رأس الأمال، يعني صار خاف يعني إنه يشتغل بهي القصة وكذا. وبحثا عن الاستقرار وإضافة للتسهيلات التي قدمتها حكومة أبو ظبي، قرر العوة نقل شركته للعمل من هناك. هذا ولم يكن رسم أجواء واحدة من أقدم المدن في العالم ذات الهندسة المعمارية الفريدة سهلا، فكل شيء أعد بإتقان كهذه الثريات والصور، إضافة للمرايا والتحف التي جلبت من دمشق. وبعد 4 أشهر من العمل تم بناء البيئة التي تعكس تلك الحقبة الشامية، لكن ذلك لم يكن التحدي الوحيد الذي واجههم. طبعا كانت التكلفة لا تقارن بالتكاليف السورية، يعني هلا حتى بسوريا صارت هلا الأسعار غالية، هلا يعني تقريبا هلا صارت غالية، بس حتى لو قد ما غليت بسوريا هون التكاليف عم تكون مضاعفة تقريبا، يعني أكثر من الضعف بشوي. ويقول العوة إن هناك عشرات المشاهد التي لا يزال يجري تصويرها في العاصمة السورية، وإيقاف التصوير ليس بالخيار السهل. حرام نقعد نوقفه الأسباب اللي عم تصير. الأسباب طبعا الأحداث نحن قاهرتنا كلياتنا موجودين فيها وحاسينها، بس هذا بالأخير هذا صناعة، يعني هي صناعة دراما، هي صناعة. فإذا بدي وقفها بتتحطم. لنرجع نحن للموضوع اللي نحن فيه، لنرجع نأسس دراما سورية مثل ما صارت آخر 10 سنوات. الكثيرون هنا لا يعتقدون أنهم سيعودون للتصوير بدمشق قريبا، ولكنهم الآن يريدون الإبقاء على واقع وثقافة بلدهم حية في أذهان الناس، بصرف النظر عن مكان وزمان التصوير.